عليكم، مرحبا بكم معايا فيديو جديد على قناتكم طبخ بكل بساطة. اليوم إن شاء الله بإذن الله غادي نشارك معكم بيتزا بالطريقة المعتمدة عند المطاعم بطبيعة الحال مع أسرار النجاح ديالها، وباش هكا تجيكم خفيفة ومفشفشة وما كتجيش هكايا مدقصة ولا وبدون تعقيدات وبدون كثرة المقادير. بطبيعة الحال كنتمنى فعلا أنكم تجربوها بهذه الطريقة، هذه أكيد غادي توليو معتمدين عليها. بصلصة ديال البيتزا حتى هي كذلك ومثال صلصة اللي اقتصادية وزوينة بزاف وبنينه بطبيعه الحال. كنتمنى فعلا انكم يعجبكم الفيديو، وإلا عجبكم خليو لي جيم وتابوناو وضغطوا على جرس التنبيه هكا فضلا وليس امرا، باش غادي نتشجع ونزيد نعطيكم اكثر واكثر من الاسرار ديال الوصفات. غادي ندوزو دابا ان شاء الله باذن الله المقادير وطريقه التحضير وفرجه ممتعه. وبسم الله على بركة الله. أول حاجة كنديرها هي أنني كنبدا بالصلصة ديال البيتزا ديالنا. غادي ناخذ هكايا في كاسرول وكناخذ مطيشه، ملي كنحتفظ بها هكا بالقشره ديالها كنغسلها مزيان بطبيعه الحال وكنقطعها طريفات بهذه الطريقه هذه. هانتوما كنحيدها غير داك الرويس فقط. من بعد غادي نضيف عليها هنايا فصيصات ديال الثومه. انا عندي هنايا الثومه غير صغيره، نتوما الا كانت عندكم كبيره ديروا غير 2 فصيصات بركه. واحد نص بصيله اللي كتكون صغيره هكايا حتى هي كنقطعها طريفات صغار. كنضيف عليها الملح، والملح دائما كيبقى على حسب الذوق. وكنضيف عليها هنايا نصف كاس من الماء فقط، وغادي نشعل عليها النار. والنار اللي كتكون هانتوما كما كتشاهدوا النار اللي كتكون هادئه، يعني ما بين الهادئه حتى المتوسطه، وكنغطي عليها وكنخليها حتى كطيب، حتى كتولينا على هاد الطريقه هذه، يعني حتى كتذوب معنا داك البصله. عاد غادي نبقاو تنطحنوها. انا غادي نطحنها دابا بالبغا ميكسور، نتوما يا خلاط كهربائي يا المهم اللي كان عندكم، حتى كنتحصلوا عليها بهاد الطريقه هذه. وكنضيفوا عليها ملعقه صغيره من الطماطم المصبره، وغادي نضيف عليها هنايا ملعقه صغيره من سكر السنيده او السكر الخشن باش كنكسروا داك الحموضه اللي كتكون عندنا في المطيشه ديالنا. راس ولا نصف ملعقه صغيره من الفلفل الاسود او الابزار، وراس ملعقه صغيره فقط من الكمون او الكمون، ما تكثرش منه باش هكا ما يعطيكمش المروره في الصلصه ديالكم. وبطبيعه الحال غادي نضيفوا الزعتر او السحتر، كنحكوا مع بعض هكايا في يدينا، وكنضيفوا عليهم هكايا الزيت. وهنايا الا كان عندكم زيت الزيتون ضيفوها، يعني ما كاينش مشكل، اصلا ما كاينش الفرق بيناتهم. صافي كنديرها فوق النار باش هكا تشحر ليا، وكنزيد عليها واحد نص ملعقه من الفلفل الاحمر او البابريكا. كنحرك هكايا مزيان حتى كنتحصلوا على هذا القوام هذا. صافي كنطفيو عليها النار. وبالنسبه للعجينه ديالنا غادي نحتاجوا ليها كاس من السميد ناعم بما يعادل 100 غرام، كاس اللي كيكون ديال العنبه ممسوح فقط. كنضيفوها هكا في اناء، وكنديروا ملعقه كبيره من الخميره الفوريه او خميره الخبز، وغادي نضيفوا عليها ملعقه صغيره من السكر سنيده او السكر الخشن، وغادي نضيفوا عليها هنايا الملح، والملح دائما كيبقى على حسب الذوق، ونصف ملعقه صغيره من الثوم بودره كتعطينا واحد المذاق اللي زوين هكا في العجين ديالنا. وغادي نضيفوا الزعتر او السحتر حتى هو كذلك ومثال، واحد الكميه اللي معتبره. راكم عارفين يعني البيتزا هي الزعتر. كنحكها مع بعض مع يديا وكنديرها هكايا في العجين. وكنضيفوا 2 كيسان من الماء اللي كيكون دافي، وعندنا نصف كاس من الزيت فقط. هنا في هذه كتبقى اسرار ديال المطاعم، ان المطاعم راه ما كيعجنوش العجينه ديال البيتزا بالحليب، كيعجنوها غير بالماء فقط وبالزيت الزيتون. ما كيديروش زيت الزيتون، كيديروا غير زيت المائده فقط، ويعني وكتعجبنا بطبيعه الحال. المهم فاتني المرحله. كنحركوا مزيان هكا بالطراب اليدوي، وكنغطيوها كنخليوها هكايا لمده ديال 10 دقائق باش هكا كيرطب معنا السميد ناعم. وبطبيعه الحال ما كنحتاجوش هكايا شي درك ولا مجهود في العجين ديالنا. صافي هنايا غادي نبقى تنضيف 400 غرام من الدقيق الناعم بما يعادل 4 ديال الكؤوس مقياس ديال العنبه. المهم النوعيه كتختلف على حسب الدقيق، بامكانكم ديروا 400 غرام وشي شويه، او لا المهم على حسب يعني الدقيق بطبيعه الحال. كنبقاو تنعجنو غير بحال هكا. هانتوما كما كتشاهدوا القوام اللي كيكون عندنا خفيف، كنضربوها غير هكايا بحال. المهم غادي كثرت عليكم هكايا. المهم كنبقاو تنضربوها بهذه الطريقه هذه غير بالاصابع فقط، ما تنفركوها ما حتى شي حاجه. هانتوما شوفوا معايا. صافي من بعد كنغسلوا يدينا، وهذا هو القوام ديال العجين ديالنا. صافي كندهن هكايا بالقليل من الزيت، وكندخل في هذاك الزيت، وفي نفس الوقت يعني كنجمعها مزيان باش كتزيد كتعطينا الطوع وكترطب معنا. نتوما بحال هاد الطريقه هذه يعني كتجينا العجينه بحال الشكل ديال المسكه. شوفوا معايا.
صافي ها نتوما يعني حتى الاناء يعني راه ما كيبقاش لينا هكا لاصق فيها العجينه ولا، لان ضروري هكايا مثلا ملي كتكون العجينه خفيفه كتلصق هكايا في اناء ولا في القصعه. صافي في هذه المرحله هذه كنغطيها وكنخليها هكايا كتختمر مزيان مزيان. كل ما اختمرات كل ما مزيان هكايا العجينه ديال البيتزا ديالنا. وغادي نضيفوا في المقلاة زيت المائده، وغادي نضيفوا عليها الفلفل الاحمر والفلفل الاخضر والبصل، وغادي نشحرهم مزيان هكايا، وغادي ندير عليهم القليل من الملح والقليل من الفلفل الاسود باش هكا ما كطيبش لينا الحشوه باسله كما دائما. صافي كنستمر هكا بالتحريك المستمر، اولا يعني غير لما كتنزل لينا هكايا الحشوه ديالنا اولا الفلافل ديالنا والبصله. صافي هنايا غادي نطفي عليها النار وغادي ندوزو العجينه ديالنا. وبالنسبه للعجينه نتوما كما كتشاهدوا اللي كتضاعف الحجم ديالها. شوفوا معايا وشوفوا تبارك الله عرفتي كتعطي واحد القوام اللي رائع. هاد البيتزا هذه يعني كتجينا خفيفه بزاف. المهم كنرش هكايا مكان العمل بالدقيق وكنقسمها على 3 كويرات بهذه الطريقه هذه. وانتم بغيتوهم هكايا صغارين بطبيعه الحال غادي ديروهم صغيورين، بغيتوهم متوسطين يعني راه غادي تعطيكم حتى ل4 ديال البيتزات، بغيتوهم سكيوتين كاع راكم عارفين داك لي ميني بيتزا بطبيعه الحال غادي تطبعوا هكايا بالطابع فقط. صافي كناخذ هكايا القليل اولا كناخذوا واحد الصينيه اولا شي طبيصي اللي كيكون هكايا الحواف ديالو طالع من الاحسن باش هكا كتعطينا داك الجناب اللي كيكونوا طالعين في البيتزا. فكندير هكا ورق ديال الطبخ وكندير عليها وكندير هكايا العجين ديالي فوق داك الصينيه، بطبيعه الحال كنرشها بالقليل من السميد الناعم وكنضربها ما بين يدي. شوفوا بهذه الطريقه هذه، شوفوا العجينه كي مرتاحه ما كتحتاج معنا لا دلاك لا حتى شي حاجه. المهم كنبقى تنطلقها صافي من بعد ملي تنطلقها مزيان كنبقى هكا كنبسطها بيدي، وغادي نبقى بحال اللي كنبقى تنطلع داك الحواف بحال هاد الطريقه هذه. نتوما شوفوا معايا داك الحواف ديال العجينه اولا ديال الكويره ديالنا. نتوما شوفوا بحال هاد الطريقه هذه. هاد الطريقه هذه كديرها من الاحسن اننا نديروها لاش باش هكايا الحواف اولا داك الطريفات ديال العجينه كيجيونا طريين وهشاش كالقطن وكيجيو من الداخل مجعبين. يعني ما تخافوش ان تجيكم غليظه ولا لا ابدا. وفي نفس الوقت هكا ملي كديروا الحشوه منين ملي كتعمروا البيتزا ديالكم كتجي يعني هي هذيك مع داك الحواف ديال العجينه. كناخذ هاد البيك بات وكنتقب بها العجين ديالنا. بطبيعه الحال الا ما كانتش متوفره عندكم غير بالشوكات فقط. هنا ما كندخلها انا لا الفرن لا والو. شوفوا معايا بعدا الصلصه ديال الطماطم كي كترجع كتجي هائله بزاف. كننصحكم انكم تجربوها لانها فعلا كتستحق تجربه. الا بغيتوا العجينه ديالكم يعني طيبوها نص طيبه وديروها في المجمد كذلك ومثال كطيبوها غير نص طيبه وكديروها في المجمد. الا بغيتوها كنتو غادي تعمروها يعني نيشان من الاحسن ديروها بهذه الطريقه هذه وهي مازال خضراء كطيب مخيره كتجي يا سلام. صافي كندير القليل هكايا من الصلصه الطماطم فوق البيتزا وكندير لها الجبن ديال الموتزاريلا. صافي كندير هكا واحد الكميه على حسب الذوق ديالكم، وغادي نرش بالقليل هكا من الفلفل. المهم عندي هنايا الفلفل الاخضر والفلفل الاحمر بهذه الطريقه هذه كتزيين فقط. يعني بامكانكم ديروا يعني اي نوع ديال الفلافل كان عندكم بطبيعه الحال اذا كتبقى كتبقى اختياريه. صافي كناخذ هنايا الكفته اللي من بعد انا ما شرملتها غير بالقليل من الفلفل الاسود والمليحه والفلفل ولا الفلفل الاحمر وقليل من الكمون فقط. كنمعسها هكايا مزيان هكا بيدي فقط. صافي وكنستفها وهي مازال خضراء ما كنطيبوها ما والو لان مازال كلشي عاد غادي يطيب. هي العجينه براسها مازال خضراء. كنولي كنرشها بالقليل هكا من الجبن وغادي ندير ليها شويه ديال الزيتون اسود. يعني هذه كتبقى اختياريه وغير باش هكا كنزينو. وبالنسبه للطريقه ديال الطهي ديالهم كنكونوا الفران هكا مسخنينو مزيان على نار اللي كتكون متوسطه وكنديروا النار اللي كتكون غير من الاسفل ديالهم على ما كطيب. يعني انا بالنسبه لي راه ما كنشعلهاش كاع من الفوق، كطيب مباشره من التحت ومن الفوق فقط. يعني ما كنزيدش كاع كنشعل عليها من الفوق. وانتم على حسب كل وحده والفرن ديالها. وكذلك ومثال بالنسبه للفرن الكهربائي كتشعلوه حتى كيسخن 200 درجه من بعد كتنقصوا له 190 100 المهم على حسب وصافي وكتحمروها من الفوق. وهذا هو الشكل النهائي ديال البيتزا ديالنا.
كنتمنى فعلا انكم تجربوها، لان انا متاكده اكيد غادي تعجبكم وغادي توليو معتمدين عليها. شوفوا معايا التعليكه ديالها كتجي رائعه جدا. كنتمنى انها تعجبكم وتنال الاستحسان ديالكم. وطبعا الى عجبتكم خليو لي جيم وتابونا وضغطوا على جرس التنبيه باش هكا يوصلكم كل جديد، وباش نزيد نتشجع انني نعطي اكثر واكثر من الوصفات ومن الاسرار ديال الوصفات ديال الطبخ. شوفوا معايا يعني كتجي هشيشه خفيفه كتذوب ذوبان في الفم وما معجنه ما والو. شوفوا معايا يعني ما الصراحه ما سخيتش بكم، ولكن وصلنا لنهايه الفيديو، وغادي نقول لكم بسلام عليكم الى الفيديو المقبل ان شاء الله.